جدا بتستفسر قبل ما تشتري العربيه الكهرباء ازاي هشحن عربيتي الكهرباء، وده من حقهم طبعا لازم يعرفوه، لان العربيات الكهرباء ليها طرق شحن مختلفه ومتنوعه، ويمكن فيها كلام كتير جدا، وفي ناس كتيره جدا للاسف ما بتبقاش عارفه المعلومه كامله، وبتقدر او بتقول للناس معلومات ناقصه شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا متابعين دكتور السيارات الكهربائيه في مصر. اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنكلمكم عن شحن العربيات الكهرباء في محطات الشحن العامه. احنا عندنا في 5 شركات زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه موجودين في مصر هنا بيقدموا خدمه شحن السيارات الكهربائيه. النهارده هنتكلم عن الشحن الاي سي من محطات الشحن العامه. احنا في مراحل للشحن، خلينا نقول سريعا كده. احنا عندنا اللي هو الشحن البطيء اللي بيبقى من البريزه العاديه اللي 16 امبير. عندنا بعد كده الشحن الاعلى منه هو الشحن الاي سي. الاي سي ده اللي هو بيبقى من محطات الشحن العامه اللي زي دي، او لو ركبنا محطه شحن في البيت، او لو عملنا نقطه ومعاها شاحن بورتبل، ده بيبقى الشحن اللي هو الاي سي. واخيرا اللي هو الشحن الدي سي اللي هو بيبقى اقصى قدره للشحن، والشحن الدي سي ده بيبقى موجود في المحطات، ما ينفعش يتركب في البيت. مؤخرا ظهرت بعض الاجهزه اللي ممكن تخليك تعرف تشحن دي سي في البيت، ولكن بشكل عام او القاعده العامه احنا ما نقدرش نشحن دي سي في البيت. الشحن الدي سي موجود في المحطات العامه اللي هي موجوده دلوقتي في محطات شاحن وموجوده في محطات انفينيتي. بالنسبه لشحن العربيه ده بيتوقف يا حضرات على عده عوامل، يعني لازم نهتم بشحن العربيه بكذا حاجه. لازم نهتم بالامان بتاع العربيه، يعني ما ينفعش ان احنا نقول احنا بندور على السرعه وبس، لا احنا بندور على الامان. ده رقم واحد. حضرتك لما تجيب عربيه كهرباء العربيه ما بتبقاش رخيصه، العربيه بتبقى غاليه، يبقى لازم نحافظ على امان العربيه، ده رقم واحد. ورقم 2 ندور على سرعه الشحن. طب امان العربيه بيتوفر ازاي؟ بيتوفر بعده عوامل. اولا انت تستخدم كابل شحن محترم او معتمد. تاني حاجه ان انت تستخدم محطه شحن محترمه او معتمده. تالت حاجه ان انت لازم تعمل ايرث ليكج لمحطه الشحن، او لو حتى في اسوأ الظروف لو عملت نقطه شحن لازم يتعمل لها ايرث ليكج في الارض. فالموضوع مهم جدا ان انت تراعي الاسلاك اللي راكبه عند حضرتك انواعها ايه، الفنيين اللي بيركبوا هل هم فنيين فاهمين ولا لا. حتى الايرث اللي في الارض لازم يقرا اقل اوم، يعني كل ما الاوم بيقل، كل يعني لو 2 أو 3 اوم دول ما بينفعوش او ما بيبقوش امان للعربيه، ولكن لما بنبقى تحت الصفر او الصفر بيبقى امان للعربيه بشكل كبير جدا. وقت الشحن بقى ده بيتوقف على حاجه ثانيه خالص. وقت الشحن ده بيتوقف على الاون بورد تشارج اللي موجود في العربيه بتاعتنا، نوع العربيه يعني. الاون بورد تشارج بتاعها بيتقبل في الشحن الاي سي اللي هو الشحن اللي بنعتبره الشحن المتوسط والبطيء. العربيه بتتقبل كام كيلو وات؟ العربيات بتختلف عن بعضها، يعني في عربيات الماكسيمم بتاعها 7 كيلو وات. 7 كيلو وات دول يا حضرات ما ينفعش ان احنا ندي العربيه اكتر من 7 كيلو وات. هو مش هيحصل حاجه، مش هيحصل مشكله، مش هيحصل حاجه في الامان، ولكن العربيه مش هتتقبل اكتر من 7 كيلو وات. 7 كيلو وات دول مثلا من المحطات العامه اللي زي كده بيستلزم شحن كابل شحن زي ده. ده كابل شحن 7 كيلو وات، والكيبل بتاعه ده طبعا في منه انواع، والشواحن دي في منها انواع. لازم لما نجيب حاجه معتمد وحاجه محترمه، وده مهم جدا جدا عشان نحافظ على امان العربيه. ما بقاش جبت يعني عربيه بمبلغ كبير جدا واجي ان انا اوفر في النقطه بتاعت الكيبل او محطه الشحن في البيت او يعني ما بوظش الطبخه على شويه ملح. لو العربيه بتقبل اكتر من 7 كيلو وات، بتقبل 11 او 22 كيلو وات، بيبقى الموضوع مختلف. ده الكيبل بتاع ال 11 وال 22 كيلو وات. العربيات دي مثلا العربيات الاوروبي كلها بتقبل تقريبا 22. العربيات حتى لو صيني، احنا عندنا برضو التسلا والاودي، وفي بعض العربيات اللي بتيجي حتى من الصين زي التسلا والاودي بتقبل 11 كيلو وات. فلازم بيبقى الشكل بتاع الكيبل مختلف، والسماكه بتاعت السلك نفسه اصلا بتبقى مختلفه تماما. دي نقطه مهمه جدا. هنوضح لحضراتكم دلوقتي او هنوري لحضراتكم عربيات موجوده وبتشحن بالفعل، زي العربيه مثلا الشيفروليه اللي موجوده قدامنا دي. مثلا العربيه دي بتشحن النهارده اهو، موجوده وبتشحن شحن اي سي من محطه الشحن الاي سي بتاعت انفينيتي. طيب العربيه دي اتوصلت عن طريق الكيبل ده. الكيبل ده اللي انا بقول لحضراتكم لازم نختار نوع كويس ويكون متناسب مع العربيه عن طريق بروتوكول الشحن اللي موجود هنا، لان الكيبلز ما بتبقاش البروتوكول الشحن بتاعها كل واحد.
يعني لو لاحظنا هنا مثلا احنا موجود معانا الكيبلز اللي موجوده هنا بروتوكول شحن جي بي تي. ده مناسب للعربيات الصيني. بروتوكول الشحن الجي بي تي ده مناسب للعربيات الصيني اهو. تمام. طيب احنا عندنا البروتوكولات ايه؟ عندنا 4 بروتوكولات شحن. يعني العربيات الاوروبي ليها بلاج مختلف عن ده تماما، والعربيات الياباني الشاديمو ليها بلاج مختلف، والعربيات الصيني اللي هو الجي بي تي اللي زي ده بلاج مختلف. احنا عندنا 4 انواع من البلاجات. الاثنين بيشتركوا، اللي هو الامريكي والاوروبي بيشتركوا في البلاج اللي هو في نفس شكل البلاج اللي بيدخل في العربيه، الامريكي والاوروبي. بالنسبه للاي سي، بالنسبه للدي سي بيبقى الموضوع مختلف شويه. طيب بالنسبه للكابلات بتاعت او بالنسبه للشاديمو ده بيبقى مختلف تماما، وبالنسبه للتايب 2 اللي هو او سوري الجي بي تي ده بيبقى مختلف برضه تماما. يبقى احنا عندنا 4 انواع من البلاجات. لازم ناخد بالنا احنا جايبين عربيه بتاخد انهي بلاج بالظبط علشان نعرف نوفر لها الكيبل المناسب ليها. لازم نعرف الاونبورد تشارج بتاع العربيه بياخد كام بالظبط، ونعرف البروتوكول بتاع الشحن بتاع العربيه هو نوعه ايه. دي نقط مهمه جدا قبل ما ابتدي افكر ان انا اشحن العربيه. لازم اوفر لها الحاجات اللي هتشحن بيها. بالنسبه للشركات اللي موجوده عندنا في مصر هنا وطرق استخدام المحطات اللي موجوده، احنا عندنا دلوقتي في ال3 شركات اللي نزلوا ابلكيشنز بالفعل. شركه انفينيتي وشركه شاحن وشركه ايكاروس بالفعل نزلوا الابلكيشن بتاعتهم. شركه انفينيتي وشاحن دول موجودين على الارض بالفعل وبيشحنوا العربيات الكهرباء عن طريق ان حضرتك بتحمل الابلكيشن، بتفتح الوالت جوه الابلكيشن وبتربط الابلكيشن بتاعك بالحساب البنكي بتاعك الفيزا كارد، وبالتالي تقدر تشحن المحفظه باي مبلغ 500 جنيه 700 جنيه 1000 جنيه ايا كان. وبالشحن ده بتقدر تستخدمه مرات متعدده لغايه لما المحفظه تخلص، وبعدين بتملى المحفظه مره ثانيه. شركه ايكاروس نزلت محطتين شحن لغايه دلوقتي موجودين في اول طريق اسماعيليه، وفي محطه ثانيه موجوده في التجمع الخامس جنب سوبر ماركت المحلاوي. المحطتين دول موجودين بالفعل وشغالين، ولكن انت لما بتيجي تحاسب ما بتحاسبش عن طريق الابلكيشن. الابلكيشن موجود بالفعل شركه ايكاروس، لكن الحساب بيبقى موجود مع الاماكن اللي موجود فيها المحطات بالفعل، سواء محطه البنزين اللي موجوده جنب سوبر ماركت المحلاوي في التجمع الخامس، او ايدي ستور اللي موجودين جوردن اللي هم موجود عندهم المحطه في طريق اسماعيليه. دي محطات الشحن اللي موجوده وبنقدر نحاسب عليها. في محطات مثلا زي محطات كارما اللي موجوده مثلا في جاليريا 40 او اللي ليها كذا لوكيشن دلوقتي الشحن فيها مجاني. وزي ما وضحنا برضو محطات طاقه اللي موجوده حاليا في مصر اللي انتشرت اكتر من 10 نقط، راجعوا اللايف اللي احنا عملناه عنها دي موجوده لغايه دلوقتي برضو بشكل مجاني. يا رب النهارده نكون قدمنا لحضراتكم سريعا ايه هي الحاجات المهمه اللي لازم تعرفها عن شحن العربيات الكهرباء في المحطات العامه. وان شاء الله هنلقاكم ان شاء الله في لقاء قادم، هنوضح لحضراتكم في فيديوهات جايه ازاي تشحن العربيه من البيت وطرق شحن العربيه من البيت، سواء هتشحن العربيه من محطه شحن او من نقطه شحن، وايه شحن الطوارئ اللي ممكن تستخدمه لو انت موجود بره في اي مكان. كل ده هنوضحه لحضراتكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. تابعونا وما تنسوش الشير واللايك والكومنت، وعلشان نوصل المعلومه لكل الناس اللي بتتابع العربيات الكهرباء. خالص تحياتي لحضراتكم واشوفكم على خير. الدكتور السيارات الكهربائيه اسامه ابو العلا.